السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى عيد الفطر، على عيد الأضحى على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين. النهارده بقى للظروف الاقتصادية يعني وغلاء الأسعار، هنعمل النهارده وجبة اقتصادية لذيذة جميلة، وهي البصارة معانا دلوقتي. طبعا ربع كيلو من الفول المدشش، ومعايا ربطة كزبرة، معايا 3 4 فصوص من التوم، ومعايا بصلتين حلوين كده متوسطين. باخد الفول بتاعنا وبغسله كويس وبزوده بميه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنزل عليه بالبصل وبنزل بالثوم وقرن فلفل اخضر والخضره بتاعتنا، وباخد بقى الكلام ده كله على البوتاجاز وبولع عليه واسيبه لما يستوي مع بعضه. عايزين الفول بتاعنا يكون بقى كده مستوي مهري خالص، علشان لما نيجي نضربه في الخلاط او في الكبه يكون مستوي معانا ويكون حلو بالشكل ده. طبعا بقى اللي وصل لحد كده يا ريت ما يبخلش عليا باللايكات ولا بالكومنتات، ويا ريت ما تبخلوش عليا بالاشتراكات يا جماعه. عايزين نكمل ال1000 مشترك. انتوا بخليني عليا جامد قوي، انا فاضل لي يعني حاجات بسيطه واكمل ال1000 مشترك. فيا ريت كده تقفوا جنب مني وتدعموني، ويعني تساعدوني كده ان انا اوصل ل1000 مشترك. دلوقتي بقى هي كان استوى اهوت، عايز له كمان شويه كده، زودته كوبايه ميه، وهديله كمان غلوه، وبعد كده هطفي عليه اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني جدا جدا، وحبيت ارجع لكم بقى بصوتي واكلمكم كده، يمكن بقى كده تساعدوني ان انا يعني ايه اكمل 1000 مشترك. دلوقتي بقى معايا بصلايه مخرطاها ناعم. طبعا ده بقى البصلايه دي عايزه تعملها شرايح، عايزه تعملها صغيره زي ما انا عاملاها كده، دي براحتك، بس انا بفضل لما تكون صغيره بتبقى احلى واحسن في التزيين. وحطيت معلقتين سمنه على معلقتين زيت، ونزلت بالبصلايه بتاعتي في الطاسه، وبحمرها لحد ما يعني اخليها عايزينها تكون بصلايه محمره، يعني نغمقها شويه كده. طبعا بقى تنينا مستمرين في التقليب لحد ما تدينا اللون الكهرماني الحلو اللي احنا عايزينه. وطبعا البصلايه ديت باخد نصها بحطه على البصاره بعد ما بضرب البصاره بتاعتنا في الكبه زي ما قلت لكم، باخد نص البصل والنص التاني بخليه للتزيين. دلوقتي كده بقى خلاص هي وصلت اهيت للون الحلو المطلوب اللي احنا عايزينه. يعني أكلة سهلة وبسيطة، بس أكلة يعني لذيذة وحلوة. وكمان بقى معاها لما تعملي بقى جنب منها كده بدنجان محدق وطماطم محدقة، بطاطس مقلية، جرجير، حاجة جميلة كده بتدي يعني تاكلي كده وتشبعي. طبعا دلوقتي بقى أنا خلصت البصلة، ودلوقتي هضرب الفول بقى اللي معانا اهوت. هناخد بقى نص الكمية كده، يعني هنقسم الكمية دي على مرتين، هناخد نصها في مرة، ونص التاني نضربه مرة تانية اهو بالشكل ده. طبعا حاطه ربطة الخضرة كلها سليمة كده ما خرطتهاش. هاخد بقى الكمية ديت وهضربها. وطبعا ديت الحلة اللي انا سلقت فيها الفول، غسلتها وبقى ونضفتها وضربت. دي اول مرة هيت نزلت في قلب الحلة، حطيتها في الحلة، وهنضرب الكمية التانية. بعد كده بقى هنزل بالتوابل والبصل اللي انا حمرته معاكم. والتوابل بتاعتنا عبارة عن بصل وتوم باودر وكمون وفلفل اللهم صل على النبي، كزبرة ناشفة، كزبرة، توم وبصل باودر، فلفل اسمر وكمون، مفيش اكتر من كده. انا كده بقى نزلت بكمية البصلة اهيت. طبعا انا هفضي شويه الباقيين دول، وعلى فكره انا اللي بصور يا جماعه، عايزه اقول لكم ان انا اللي بصور وانا اللي بعمل كل حاجه، يعني مفيش حد معايا، فانا اللي بصور، فيعني اعذروني لو انا ايه. بس انا بجيب لكم برضو يعني بصور معاكم كل حاجه، ما بعدهاش معاكم،
بس طبعا على ما بحط افرغ بقيه الطبق، انضف الحاجه اللي يعني الحاجه اللي لازقه في الطبق بنضفها، فيا دوبك بس. لكن كل حاجه انا بصورها معاكم، ما فيش حاجه انا بخفيها. دلوقتي انا حطيت البصل وحطيت التوابل، بقلب بقى وبحطها على نار متوسطه واسيبها لما تتقل معايا. دلوقتي ده بقى كميه البصل اللي انا هزين بيها الاطباق بتاعتنا. والبصله بتاعتنا خلاص تقلت اهيت، هي كده بقت تقيله وبقت حلوه. هنفرخها بقى في الاطباق بتاعتنا ونزينها بالبصل. اللي وصل لحد كده يا جماعه مبخلش عليا باللايكات، واللي بيشوفني لاول مره يا ريت يشترك في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم كل وصفاتي. متبخلش عليا بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم. هي دلوقتي بقى كده خلاص، هي انا قفلت عليها وفرغتها في الاطباق بتاعتنا وزينتها بالبصل، بقت بالجمال والحلاوه ديت. يعني اكله شعبيه جميله ولذيذه. وزي ما قلت لكم كده هعمل جنب منها بدنجان محدق، وهعمل جنب منها بطاطس محمره وخيار ومخلل، عاملاها عندي لو مخلي الليمون كده بشطة. وهنعمل جنب منها اللهم صل على النبي ايه تاني، طماطم محدقة. يعني أكلة كده جميلة وشعبية ولذيذة واقتصادية، وحاجة كده تغيير طبعا عن اللحمة بقى وعن الحاجات التانية. احنا عارفين ان اللحمة مكلفة وغالية هي والفراخ، فمرة نعمل كده ومرة كده. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده بقى ايه يقعد عليكم الايام بخير، وما تبخلوش عليا بقى بلايكاتكم ولا بكومنتاتكم. اشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.